بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الدائم رسالة سلام. من خلال هذا البرنامج نبث رسائل معدودة حول قضية السلام والأمن والأمان. وهذه الرسالة هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة الإسلام. نحاول أن نجدد الفكرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحنيفية السمحة، وجاء بالسلام، وجاء بالسماحة، وجاء صلى الله عليه وسلم باليسر. فهذا الدين العظيم شامل لكل زمان ومكان، وأيضا هو دين فيه السلام، ويدعو إلى السلام، ويدخل المرء دار السلام، فهو سلام في سلام. ولما كان هذا المفهوم لربما يصعب فهمه من خلال الشرح، أو ربما الإنسان لا يتفهم معنى هذا الأمر واقعيا إلا إذا رآه قد حصل وطبق كنموذج يقتدى به. وبالفعل حصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن الصحابة، والقرون المفضلة الثلاثة. ولذلك نحن نتحدث هنا عن تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى برسالة سلام، أتى برسالة سلام، وقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي مقدمة مكارم الأخلاق تأتي رسالة سلام، أو يأتي السلام. السلام مع الله سبحانه وتعالى أولا، مع الخالق سبحانه وتعالى بإعطائه حقوقه من الألوهية والعبودية، فهو إله عظيم يستحق العبادة بمفهومها العام. وإذا الإنسان أعطى ربه حقه سلم في الدنيا، ونجا من عذاب الله في الآخرة، واستحق أن يدخل دار السلام. فهذه الرسالة المحمدية جاءت لتعرف الناس بربها حتى تنجو من عذاب ربها، لأن الله خلق الخلق لعبادته، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإذا الرسالة هي من أجل عبادة الله وإعطائه حقه سبحانه وتعالى. هل هذه القضية قضية سهلة؟ لا، ليست سهلة، إنها قضية خطيرة، لأن فيها جنة ونار، فيها نجاة أو عذاب، أمر خطير. الجنة هي دار الرحمة، والنار هي دار العذاب. في الجنة ملائكة بيض الوجوه، وغلمان، ونساء، وخيام، وخير. في جهنم وهي النار
أعاذنا الله وإياكم منها، فيها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. فالأمر خطير، ولذلك ربنا عز وجل قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. موضوع خطير، يعني أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. الموضوع خطير حقيقة، خطير جدا، ويعني ليس منه النجاة إلا أن نطيع هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ولما كان الأمر خطير قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالخروج عن طاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو خروج عن السلام إلى العذاب أو إلى الحرب. وقد استخدم القرآن الكريم لفظ الحرب في عدة مواضع، منها أكل الربا مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فاستخدام الحرب هنا هو خروج عن السلام. والبشرية طالما تعصي ربها فإنها تحارب نفسها وتظلم نفسها وتضع نفسها في خطر عظيم، لأن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لهم العصيان. قال تعالى: إن تشكروا فإن الله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الآية مرة أخرى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. هنا الشاهد في قوله تعالى: لا يرضى لعباده الكفر، إن الله عز وجل لا يرضى في أرضه أن يكون هناك معصية ويكون هناك سلام دائم، أبدا أبدا أبدا، لا يرضى الله عز وجل. ولذلك من يقرأ التاريخ ومن قرأ التاريخ لم تبقى أمة الحقيقة عاصية لله عز وجل تنعم برغد الحياة أبدا. فإن الله أهلك قوم عاد وثمود، وأهلك قوم إبراهيم، وأهلك قوم لوط، وأهلك كل الأمم التي خرجت عن طاعته سبحانه وتعالى، فكلا أخذنا بذنبه. هكذا يقول ربنا: فكلا أخذنا بذنبه. وهو القائل سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. لا يمكن تبقى أمة على الفساد والخراب دون أن يعذبها الله. ولذلك ربنا عز وجل قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولم يقل ولو أن الحكام آمنوا واتقوا، وإنما الموضوع عند أهل القرية، القضية بصفة عامة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا،
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفي المقابل قال سبحانه: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. الموضوع موضوع قرى، إذن موضوع مدن، موضوع شعوب، وليس موضوع حكام. الحاكم يعني صدقوني مكانته ضعيفة، ليس له مكانة. الموضوع عند الشعوب، لأن إذا الشعب صلح الحاكم، اختاروا من بينهم أصلحهم وأحسنهم. وإذا كان الحاكم ظالما أخزاه الله وأبعده وأهانه وسلط عليهم من يسقطه. ما إذا كانت الشعوب لا تهتم بطاعة الله ولا تهتم برضوان الله، عصي الله لا يهمها، ارتكبت المعاصي والفواحش لا يهمها، يتعامل الناس بالربا لا تشعر بالخوف. فهنا حقيقة يأتي البلاء كما قلت لكم. لماذا يا إخواني يحصل في هذه الدنيا زلازل، ويحصل فيها أيضا فيضانات وكوارث عامة لا دخل للإنسان فيها؟ هذه هي من أقدار الله عز وجل العجيبة، ولا تقع إلا بإذن الله، ولا تفسد في الأرض فيحصل فيها عقوبة للبشرية إلا بأمر الله. ولكن مع الأسف البشرية إلا من رحم الله تغفل عن هذا، ويفسرون هذه الظواهر بأنها ظواهر طبيعية وليست عقوبة من الله، لأنهم لو قالوا هي عقوبة من الله لتاب الناس ولا عادوا إلى ربهم. والله عز وجل في كتابه العزيز ينص بأن هذه الكوارث هي من عنده عقوبة للبشرية. قال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهناك آيات كثيرة حول هذا المعنى. إذن حتى نفهم ما معنى رسالة السلام، هي سلام وأمان من عقوبة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك كان للاستغفار والتوبة مزية كبرى عند الله عز وجل، لأنه يحدث الأمن والأمان في الأمة. أنت تخيل أن ما في أمة من الأمم السابقة نجت من عذاب الله المؤلم إلا قوم يونس، هم الذين نجوا فقط. أنت تتعجب من هذا والله. يقول الله سبحانه وتعالى: فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لاحظت موضوع خطير. بعدين الأمم التي هلكت في العصور الماضية الهلاك كان جدا جدا شديد، يعني صيحة من جبريل تخرق قلوبهم وتفزع نفوسهم، فتخرج الروح والعياذ بالله معذبة، ويصبحون في الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية. ورفع جبريل بجناحه قرية سدوم التي كان فيها قوم لوط المثليين. هؤلاء الناس اليوم يسمون قوم لوط بالمثليين من أجل التحسين. هذا هو تاريخهم. انظروا كيف رفعهم الله عز وجل بجبريل عليه السلام حتى سمعت الملائكة، يعني ارتفاع شاهق جدا، المسافة
ما بين السماء الدنيا والسماء الثانية مسافة 500 عام بالطائر، فرفعهم هذه الرفعة ثم رمى بهم إلى الأرض وأمطر عليهم حجارة، يعني منتهى الغضب، نسأل الله العافية. شوف كيف غضب الله عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك الموضوع خطير، لكن شوف مكانة الاستغفار والتوبة. فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي. ما معنى تفسير الإيمان هنا مشاهدي الأكارم؟ قال المفسرون: خرجوا بنسائهم وأطفالهم وذراريهم إلى أعلى الجبال يبكون ويستغفرون ويطلبون من الرب الرحيم سبحانه وتعالى التوبة، فقبل الله توبتهم ورفع عنهم العذاب، لأن يونس غضب فتركهم وخرج، وهم من بعده تابوا وآمنوا. فلاحظ مكانة الاستغفار. ولذلك هنا أيضا قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الله على هذا الأمان. وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. شفتم؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. لذلك نحن الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيننا موجود، هو فينا عليه الصلاة والسلام، بعلمه وبسنته وبسيرته العطرة، كأنه موجود بيننا صلى الله عليه وسلم. نسمع كلامه ونقرأ مجالسه، كيف نام، كيف قام، كيف ذهب، كيف حضر صلى الله عليه وسلم، هو بيننا. لذلك ما دمنا نعمل بسنته فنحن في سلام وأمان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. صحيح عبد الله بن عباس يقول لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذهب الأمان الأول وبقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. لكن في الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد مات يعني جسديا، لكن روحه وسنته بين أيدينا. ليس هذا من كلام الصوفية يا إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام رفع الله ذكره وأحيا سنته وجعل اسمه موجود مقارن من أجل هذا، من أجل العمل بسنته. فأنت تسمع الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. في اليوم 5 مرات نسمع هذا الاسم العظيم مع اسم الله عز وجل. يقول لك: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حي بسنته. تجلس في المجالس تسمع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما في أحد اليوم لا يعرف محمد بن عبد الله الرسول العظيم. صحيح تفاصيل سيرته قد تخفى على الجميع، لكن محمد صلى الله عليه وسلم صدقوني يا إخواني سنته حية، آثاره حية، رسالته السماوية حية فيما بيننا. ولذلك من عمل بها ينجو، من عمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ينجو. وهذا معنى رسالة سلام. أنا اضطريت اليوم أتحدث معكم عن هذا حتى لا تملوا من ذكر. لماذا نذكر فرح النبي عليه الصلاة والسلام هنا، وحزن صلى الله عليه وسلم هنا، وكان من سنته كذا وكذا؟ لأن هذا النبي نحن أمرنا أن نتبع سنته. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
الموضوع ليس سهل يا إخواني، الموضوع منهج حياة. لذلك لا بد أن نغرس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أبنائنا وبناتنا وزوجاتنا. يعني يعجبني بعض الأتراك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعملون هكذا صلى الله عليه وسلم. أنا لا أدري هل لها أثر في السنة النبوية أو لا، لكن تحس حقيقة يعني عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، حينما إذا قيل محمد صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم هكذا: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الصلاة عليه جعلها الله عز وجل عبادة كبيرة. لذلك يا إخوان ويا أخوات، موضوع السنة النبوية ليس سهل. صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ونحن اليوم مشاهدين الكرام ومشاهدات الكريمات نرى آيات الله عز وجل في الآفاق، فمن كان مطيعا ومستقيما على طاعة الله نرى إذا توفاه الله عز وجل وجهه يتلألأ نورا، والنفوس تحبه، والناس تدفنه في مشارق الأرض وتصلي عليه من مشارق الأرض ومغاربها، وربما اجتمعوا من كل حدب وصوب ودفنوه. وإذا كان عاصيا ظالما لنفسه مفرطا تجد والعياذ بالله جنازة كئيبة ونفوس تعبانة، يعني يصلون عليه لأداء الواجب فقط. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. موضوع خطير يا إخواني، يعني هي فترة، ولذلك ربنا عز وجل أقسم بالعصر اللي هو فترة حياتي وحياتك، فترة بقائي وبقائك. موضوع ليس سهل. والعصر هي فترة زمنية محددة، والعصر يقسم الله بهذا الزمن، يقسم بالوقت. عمرك 70 60 50 حتموت، حيجيك الأجل. وانت يا أختي أيضا سوف يأتيك الأجل، عندك موعد مع ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان يختار لنفسه مع من يريد أن يكون، من تريد أن يقبض روحك. لاحظتم؟ لذلك لما تسمع مثل هذه الأحاديث النبوية الكريمة تعرف أن هذا يأخذ بيدك إلى دار السلام، يأخذ بيدك إلى دار السلام. وصدقني يا أخي، إن لم تدخل اليوم في هذه الدنيا بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلن تدخل الجنة دار السلام أبدا. لذلك هنا يجب علينا أن نتعلم السيرة النبوية ونتعلم تعاليم الإسلام، أهم من أن نتعلم الرياضيات والكيمياء والفيزياء، لأن هذه الأمور الدنيوية إن نحن جهلنا بها لا يسألنا الله. أنت لا تسأل عن هذه إذا دخلت في قبرك. ما يأتي الملك يقول لك احسب لي المعاملة والمعادلة الكيميائية هذه كم تكون ولك الجنة، هل يحصل هذا؟ أو ما يأتي يسألك الملك عن إذا دخلت قبرك ما هو علاج السرطان إذا كان في البلعوم، هل الطبيب يسأل عن هذا في قبره؟ أو تسأل مثلا للمفكر الذي يفكر كيف يتعامل في الأمور السياسية، إلا إذا كان في دين الله عز وجل. ففي الجوانب السياسية هل تسأل؟ ما تسأل. تسأل 3 أسئلة فقط معروفة لدى الجميع: من ربك؟
ما دينك؟ من نبيك؟ 3 أسئلة. أو من ربك؟ من نبيك؟ وما دينك؟ هذه الأسئلة أخبرنا الله عنها، وأخبرنا أنك في ذلك الموقف موقف الفزع، لأن الملائكة الذين يأتون ويوقظونك من قبرك يسألونك عن هذه الأمور. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث يروى عنه أنهما أزرقان أخضران، وأن أصواتهما كالرعد. يعني الموضوع خطير وفتنة عظيمة، فيه فزع، فيه خوف. أنت إذا ما كنت تصلي ولا تكن تصوم ولا تزكي، مصيبة تحل عليك. والله يا إخواني الأمر خطير جدا، ما هو لعب. ولذلك يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شوف، رب العالمين ما يمزح، رب العالمين لا ما يلعب معنا، رب العالمين يحذرنا، الموضوع خطير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، موضوع خطير. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر معناته حذر، في خطر كبير جاي. الإنسان لما يقول لك روح حذرهم، يقول لك روح حذرهم، ترى الحكومة لن تجدد الإقامات، الحكومة ستداهم البيوت، أنت تفزع، صح؟ بالله في كذا حكومة جادة في الموضوع؟ إنا لله وإنا، يجيك فزع، يجيك فزع، خوف، ما تعرف وين تروح، تمام؟ فتلجأ إلى الله. يوم القيامة من حين الإنسان يموت أشد من هذه الأمور. الدنيا هذه تافهة لا شيء فيها، والله العظيم يا أخوان. لذلك صعد النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته وصباحا وصباحا. العرب إذا سمعت هذه الكلمة في وسطهم يفزعون، لأنه ما في أحد يقولها هكذا، مثل صفارات الإنذار اليوم. لو أن أي حكومة في دولتها تعمل صفارات إنذار أنت يجيك فزع، إيش الصوت هذا يا جماعة؟ خير إن شاء الله، ما هذا الصوت؟ يجيك فزع في قلبك. ليه؟ لأن الحكومة تقول لك هناك عدو يتربص بكم، يريد أن يرسل صاروخ، يريد أن أنا أحذره، صفارات إنذار. هنا أيضا وصباحا وصباحا معناته في شيء خطير. لذلك الناس اجتمعت، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش لو قلت لكم أن خلف هذا الجبل عدو يصبحكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. شوف، هذه أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لقوم قريش لما أمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. أول كلمة قالها هذه، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. موضوع سهل؟ موضوع خطير. لذلك يعني لماذا الناس لا تصلي يا جماعة؟ المصلي ليش ما تصلي يا أخي؟ ارحم نفسك، والله ينتظرك عذاب شديد، ينتظرك عذاب شديد. ليش ترمي نفسك في جهنم؟ الموضوع ليس فيه لعب. يا أختي أنت لماذا أنت سافرة لا حجاب في الرأس وشعر ومكياج ولباس سافر؟ لماذا تغضبين ربك وتعرضين نفسك للعقوبة؟ لماذا يا جماعة؟ وهذه فترة محدودة. إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك إخواني وأخواتي ندرس نحن هذه السيرة النبوية، نتعلم. والله العظيم يا إخوان السيرة النبوية والسنة المطهرة أهم من هذه العلوم التجريبية التي ينفق لها مليارات الدولارات من أجل إعمال الأرض. ما فائدة أنك تعمر الأرض
بالبلدان ولا تعمر القلوب بالطاعة لله عز وجل. يعني لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ لماذا؟ الملائكة لا تعترض على الله، لكن عندها تاريخ قديم من الجن الذين كانوا قد عاشوا قبلنا هنا في الأرض، عندهم تاريخ أنهم أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء. ونحن اليوم نرى أن البشرية إلا من رحم الله تخطئ كثيرا، فتحصل حروب هنا وحروب هنا وسفك الدماء وقتل الناس وماتوا، والقوي يأكل الضعيف. إذا وصلت هذه المرحلة فإنا نخشى أن ينزل عذاب من الله عز وجل. إيه والله، ليس بين الله وبين خلقه نسب إخواني. هذه موعظة وذكرى وبيان أهمية السنة النبوية الشريفة، وهي التي تعلمنا تفسير القرآن الكريم. هي أهم، المفترض هي تدعم ويتعلم الناس، هي أهم بكثير من هذه العلوم الدنيوية التي نحن إذا تعلمنا نعم صحيح ننعم بالسيارات والقطارات والأشياء، ولكن ما فائدة ذلك إذا كانت القلوب تعبانة والرب سبحانه وتعالى غاضب؟ نعم، ستسقط الطائرات وتحصل في القطارات حوادث وتغرق السفن ويحصل البركان ويحصل الزلزال، ويعاقب الله بما شاء أن يعاقب، لأنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى أن تكون هناك معصية. نعم، يرضى الاستغفار والتوبة والشكر. لذلك أختم قولي إخواني، يا ربنا عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل لا يتلذذ بعذابنا بل يتأسف سبحانه وتعالى، يقول يا أسفا على الآية الكريمة في سورة النساء في سورة ياسين، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد. ربنا عز وجل يتأسف سبحانه وتعالى، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول الله كانوا به يستهزئون. وهذا النبي عليه السلام بين أيدينا، لذلك نحن نقول رسالة سلام هي تنجيك من هذا العذاب، تنجيك من الزلازل والمحن، حتى على مستوى بيتك تنجيك من الفقر ومن البلاء ومن الدمار، ويملأ بيتك الخير والسعادة والأنس. فربنا عز وجل ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. موضوع لما نتحدث عن رسالة سلام معناته نحن يعني نرسل لك السلام إلى بيتك وإلى نفسك وإلى الخير، هذا معناه، وتنجو بإذن الله من عذاب الله سبحانه وتعالى. يا إخوان، كما أن هذه البشرية وهذه الدول لا يمكن أن تسير بغير قانون، يعني بني آدم ما يردعه إلا القانون. النصاب والحرامي تقطع يده، والقاتل يقتل، والسارق تقطع يده كما قلنا، وكل من تعدى يعاقب. قانون دولة، إذا لم تفعل هكذا ما تتأدب. وهناك قانون إلهي كوني أيضا، إذا لم نستقم على طاعة الله تأتينا العقوبات الإلهية والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى الخير، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بالسنة النبوية، وأن يوفقنا أن نعلمها أبناءنا وبناتنا، وأن نهتم بهذه السيرة العطرة التي حفظها الله عز وجل لنا من أجل أن ينجينا سبحانه وتعالى. لو لم يكن يريد الله بنا خيرا لما هيأ لنا هذه السنة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حي بين أيدينا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.